السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هالة ودي قناتي اسمها هلول. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم طاجن المكرونة اللي بيتعمل بره في محلات الكشري. مش أول مرة أعمل معاكم، عملته معاكم قبل كده في القناة برضو، بس كان بطريقة يعني هي زي دي برضو، تعتبر نفس الطريقة، بس فرق حاجة واحدة بس كده بتفرق في الطعم، هنشوفها مع بعض إن شاء الله. اول مره يعني عرفت طريقه الطاجن ده كان من الشيف هالة فهمي. كنت قاعده والله بتفرج على البرنامج بتاعها عادي، وما جاش في بالي خالص، يعني طول عمرنا بناكل الطواجن دي من بره عادي، عمر ما جه في بالي ان هما بيسووا المكرونه دي في الطاجن في الفرن، يعني ما جاش في بالي خالص. الموضوع ده يعني فاكره ان هم عادي بيسلقوها ويحطوا على وشها الصلصه زي ما احنا بنعمل في البيت يعني. ففعلا هي عملتها بقى بالطريقه دي. ما سلقتش المكرونه بالطريقه اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي دي، وراحت حطها في الفرن وزودت بقى ميه وكده، حطيتها في الفرن وطلعت مستويه فعلا. فبصراحه يعني عجبني الطريقه. استغربت فكره ان المكرونه مش مستويه، يعني المكرونه هنحطها كده مش مسلوقه، طب هتستوي؟ طب يعني حاجه غريبه، كانت فعلا حاجه يعني غريبه بالنسبه لي ساعتها. ففي نفس الوقت ده والله وانا بتفرج على البرنامج كان عندي كبده زي اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، انا كنت عاملاها عادي، يعني كنت عاملاها وعامله سندوتشات، يعني حطاها في سندوتشات عيش فينو وكده يعني، وكان فايد منها شويه. فقلت خلاص بدل ما كده كده يعني خلاص بقى ما كانش حد هياكلهم يعني، فقلت خلاص هاخدهم وهحط بقى عليهم مكرونه دي، وهعمل نفس اللي عملته الشيف هلا فهمي دلوقتي وهشوف. وفعلا طلعت النتيجه روعه والله العظيم، فعلا انا ساعتها اتفاجئت، سبحان الله المكرونه مش مسلوقه وطلعت بالطعم الروعه ده مع التوم بقى والحاجات دي، فعلا كان طعمها خطير. من ساعتها وانا ما بعملش غير المكرونه بالصلصه، حتى لو مش هحط كبده ولا لحمه ولا اي حاجه، من ساعتها وانا بعملها بالطريقه دي. الفيديو جه نصه وانا لسه برغي عن الموضوع. ابتدينا في الفيديو. بصي يا ست، انا عملت ايه؟ جبت الكبده السندوتشات. الكبده يعني اللي احنا بنعملها في السندوتشات عادي خالص، كبده متشوحه ببصل وفلفل وعليها ملح وفلفل اسود معلقه كمون، كبده عاديه خالص زي اللي بنعملها سندوتشات دي. شوحتها معايا، وبعد ما اتشوحت رحت جايبه بقى مثلا كيلو من الطماطم او كيلو الا ربع، ضربته في الخلاط مع حوالي 3 4 فصوص توم كده، ضربتهم مع بعض في الخلاط. جيت في نفس الحله اللي شوحنا فيها الكبده، ورحت حاطه فيها بصلايه متقطعه صغير ناعم، وحمرتها كويس قوي لحد ما خدت لون ذهبي، وبعد كده نزلت بالطماطم والثوم اللي في الخلاط. ودلوقتي بقى بزود فلفل اسود، كمون، بهارات، اي بهارات يعني عندك، بس ما تنسيش الكمون عشان مهم وبيديها طعم يعني جميل. آه وبس هسيب بقى الطماطم هقلبهم مع بعض ومع البهارات والطماطم والحاجات دي، وهسيبهم بقى لحد ما تتسبك وتبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده. تقلت قوي، كل ما تقلتي الصلصه قوي في المكرونه دي كل ما المكرونه طلع طعمها معاكي في الاخر روعه، بتطلع جميله كل ما يعني بتقلي الصلصه قوي. وبس كده كده احنا سبكنا المكرونه والكبده معانا، كده كده هي متشوحه اصلا. طبعا لو انت مش عندك كبده فهتعملي بقى الكبده من الاول، بصلايه مع قرن فلفل مع الكبده بتشوحيهم كده مع بعض، البصل طبعا بتنزليه الاول او الكبده الاول مش بتفرق. وبس كده بنروح بقى جايبين الطاجن، وبروح حاطه في الاول المكرونه نيه زي ما هي، اللي هي كان بالنسبه لي ساعتها يعني حاجه فعلا ما كنتش مصدقه. او الكبده في الاول، المكرونه في الاول في اول الطاجن، او الكبده لو انت عايزه لما تقلب الطاجن تكون الكبده تحت وباينه كده يعني على وش الطاجن اعملي كده. بس انا المره دي غيرت وحطيت المكرونه هي اللي تحت الاول. بعد ما حطيت المكرونه في الطاجن ولا مدهون زيت ولا مدهون اي حاجه، حطيت المكرونه وبعد كده حطيت الكبده، وبعد كده نزلت بالصلصه اللي احنا مسبكينها قوي دي، ورحت حطاها على وش الطاجن، يعني اخر طبقه يعني الصلصه. وبعد كده بقى بزود ميه عاديه من الحنفيه. الاول كنت بحط ميه سخنه يعني، والشيف هلا فهمي كانت بتقول ايه لازم نزود ميه سخنه عشان المكرونه ما تعجنش وكده. كنت بعمل كده في الاول، وكنت بقعد يعني اغلي ميه بقى في الكاتل او اسخن ميه في اي حاجه يعني. لقيت الموضوع يعني وش دلوقتي بقيت بحط ميه عاديه، وبلاحظ ان هي يعني نفس النتيجه، ما فيش فرق يعني، ما تعجنش ولا حاجه. انا بقى بحب اخلط ما بين المكرونه السباكيتي والمكرونه القلم، طبعا ده اختياري، عايزه تعمليها بقلم بس عادي. فضلت بقى ازود ميه لحد ما احس ان الميه زي ما انتوا شايفين كده مغطيه وش الطاجن، يعني زي مقدار الرز كده. وبفضل بقى اعمل فتحات كده، لان اوقات الميه بتبقى عايمه على الوش بس، وبتبقى ما نزلتش تحت، يعني ما نزلتش المكرونه تحت. بعمل فتحات بلاقي المكرونه شربتها، او يعني الميه بتنزل في قاع الطاجن. بعد كده بلاقي ان هو لسه محتاج ميه تاني، فبزود تاني لحد ما بلاقي الطاجن متغطي بالميه من فوق، وفي نفس الوقت شارب ميه من تحت، او يعني الميه وصل لقاع تحت. وبس بدخله بقى الفرن لمده تقريبا نص ساعه، ما بياخدش وقت خالص. غطيه او ما تغطيهوش مش بتفرق، كده كده بيستوي في الحالتين، حتى لو انت مش مغطيه في الفرن برضو المكرونه بتستوي.
وبس كده، بيقعد يجي نص ساعه كده وبيطلع بقى بالروعه اللي انتوا شايفينها دي. لو انتوا عايزين تاكلوه سخن كده زي ما هو، فبتطلعيه وتغرفي على طول وتاكلوا منه كده. لو انت عايزاه يتقلب معاكي، يعني تقلبيه كده زي الطواجن اللي بنجيبها من المحلات دي، اللي هو بيبقى الطاجن مقلوب وعلى وشه بقى الكبده كده وطبقات كبده والمكرونه، يعني المكرونه بقى بتبقى شاربه من الصلصه، جميل قوي ده. طبعا دلوقتي خلاص بقى مبلغ بقى. بعد ما هتطلعيه من الفرن، لو انت يعني عايزاه يتقلب معاكي، بعد ما هتطلعيه من الفرن هتسيبيه لحد ما يهدى مثلا كده 10 دقايق. فالمكرونه بتمسك في بعضها شويه، لما بتسيبيه يهدى بتمسك المكرونه في بعضها كده شويه، ما بتبقاش سايبه بقى زي دي. نفس فكره المكرونه البشاميل كده، لما بنيجي نطلعها ونغرفها على طول ونحط في الطبق على طول، بتبقى لسه يعني فكه كده من بعضيها، بتبقى لسه ما مسكتش نفسها. لكن لما بنسيبها بتمسك نفسها شويه، بتبقى قطع او خرط معانا. نفس الفكره هنا، عايزه تطلعيه ماسك كده وشكله حلو وتقدميه مثلا لو في عزومه او كده، هتسيبيه لحد ما يهدى مثلا 10 دقايق. ما تخافيش مش هيبرد، ده بيبقى يعني مولع نار. هتسيبيه يهدى 10 دقايق وبعد كده هتروحي قلبها يتقلب معاكي وهيبقى شكله يعني خطير. بس انا بقى يعني بعشق المكرونه تكون كده، يعني سايبه من بعضها كده، لسه فيها الطماطم كده سايله وسخنه بحبه قوي كده بصراحه. بس هي دي طريقته سهله. يعني الطريقه بقى اللي انا كنت بعملها الاول، ان انا بدل ما بحط الثوم زي ما هو كده في الخلاط ني كده زي ما هو في الخلاط، كنت بقى الاول كنت بفرم الثوم ده لوحده. يعني كنت بدق الثوم لوحده عادي او افرمه في الكبه واروح مدياله تحميره عادي على النار زي طشه الملوخيه كده، واول ما يحمر بروح نازله بشويه خل، وبعد كده بحط الطماطم. يعني بطفي الثوم بالخل وبحط بعد كده الطماطم ويتسبك عادي. الفرق ان انا المره دي ضربته بس في الخلاط اختصارا يعني الوقت، ضربته في الخلاط مع الطماطم. عايزه تعمل الطريقه دي ماشي، عايزه تعمل الطريقه دي ماشي، الاتنين احلى من بعض. بس لاحظت يعني ان في الطريقه دي بتحسي ان الطاجن، يعني فعلا تحسي ان الطاجن يعني طعم التوم بيبقى تقيل شويه، مش خفيف كده شويه زي في الطريقه الاولانيه يعني. بس كده اديكم شايفين شكله. ما تنسوش تعملوا لايك الفيديو.